السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح الورد على حضراتكم، يا رب كلكم تكونوا بألف خير وصحة، صباحكم زي الورد. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم طريقة عمل السردين المخلل أو الحادق زي ما بيقولوا. الوقت طبعا أوان السردين طبعا مالي الأسواق، وإحنا بقى بنحب نستغل كل حاجة في وقتها. بدل ما بتجيبيه بره مثلا الكيلو ب 120 و130 جنيه و140 جنيه، لا هو الوقت حاليا في السوق انا جايباه الكيلو ب 60 جنيه. تقدري انت تجيبيه وتحدقيه في البيت تخلليه ويبقى عندك موجود في البيت، طعمه جميل جدا، وطبعا مش هيبقى احسن من عمايلك، وطبعا نظافه ايدك وانت عارفه انت عاملاه ازاي. انا معايا السردين اهو، شفتوا حضراتكم انا عاملاه ازاي. هقول لك برده على فكره عمايله كده ازاي. الاول انا جبت الكميه اللي انت عايزاها، الكميه اللي انت حابه تعمليها هاتيها. عندي سردين مسكته غسلته، في ناس بتقول لك احنا بنعمله من غير غسيل، ما ينفعش، لازم تغسليه الاول وسيبيه يصفي زي ما انت شايفاه حضرتك كده، ده لازم يتصفى. انا حطيته في برطمان عندي اهو، تمام، حطيته وحطيته، شوف ان حطيته ازاي، حطاه راسه تحت. لو تلاحظوا في ارضيه البرطمان اهو شايفين تحت في بعض من الزفاره نازله، وده المطلوب، ان انا انزل الزفاره بتاعته، الدم بتاعه يصفي خالص وينشف خالص معايا، علشان ما يبقاش طعمه مش حلو، وكمان يبوظ مني وانا بخلله. دي اهم حاجه في تخليل السردين او عمال الفسيخ. لو انت عايزه تعملي فسيخ، ان انت تجيبيه وتغسليه وتسيبيه يصفي تماما، حطيه كده واقف كده بالظبط زي ما انتم شايفين حضراتكم، لغايه ما يصفي كل الميه والسوائل اللي فيه كلها وينشف زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. هو نشف معايا اهو، مفيش فيه خالص كميه ميه خالص اهو. طيب هنعمل ايه بعد كده يا لولو؟ هقوم جايبه بقى الملح، ده ملح صخري او ملح خشن زي ما بيسموه عندكم، مش عارفه بيسموه ايه، هو المهم هو اسمه ملح صخري، وده يفضل في التخليلات لانه حلو جدا في تخليل السردين والحاجات دي. ممكن نستعمل ملح ناعم، ممكن تستعمليه، طالما حضرتك ما عندكيش الملح الصخري ده تستعملي ملح ناعم عادي جدا، ما فيش اي مشكله. طيب ايه تاني كمان؟ هنزل بايه؟ هنزل بمعلقتين كبار من الشطه. طب الشطه ليه لولو؟ الشطه ديت هتحملك السردين من اي حاجه تجيله، وهتبقى حلوه جدا في التخليل بتاعه. او حطيت معلقتين كبار، اللي مش حابب يقلل شويه الكميه، يعني انت مش حابه تضيفي شطه قللي كميه الشطه شويه. هقلب الشطه بالملح اهو. بعد كده ايه؟ هجيب علبه ناشفه مغسوله ونضيفه اهي، فيها ايه كمان؟ فيها اكياس بلاستيك نضيفه. هفتح كده الكيس كده وهحط كام كيس، يعني هحط كام كيس مش كيس واحد. حطيت يا حبايبي كام كيس في بعض علشان امنع الهواء ان هو يدخل له تماما. هبدا اجيب السردين بتاعي وارش اول في الارضيه الكيس كده شويه من الملح على الشطه اللي احنا عملناها، وهبدا ارص السردين بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. احط كده كميه كويسه كده من الملح، وركز قوي ان هو يبقى تقيل عند حتى الراس بتاعه السمكيه. تمام. هرص كمان طبقه تانية اهو، واعكس بقى توجيه السمكيه الناحيه التانية زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. بحط عكس يعني طبقه الجهادي وطبقه الجهادي، طبقه الجهادي وطبقه الجهادي، تمام، لغايه ما اخلص كل كميه السردين بتاعتي كده. حبايبي خلصت كل الكميه اللي انا هستعملها النهارده زي ما انتم شايفين حضراتكم. حطيت في كام كيس وحطيت الملح بالشطه بتاعتي، تمام جدا تمام. هبدا بعد كده اقفل الاكياس بتاعتي كويس قوي واخرج كل الهواء، لازم تخرجي الهواء كويس قوي قوي منها. شايفين حضراتكم انا بعمل ايه اهو؟ بضغط والم الكيس، اضغط والم الكيس علشان اخرج كل الهواء اللي فيه. تمام كده يا لولو؟ تمام. اعمل ايه تاني؟ احاول ان انا احط عليه كيس تاني وتالت، وبعد كده ان شاء الله اغطي العلبه واقفلها واسيبها لمده ان شاء الله من اسبوع ل10 ايام. هتاكلي احلى سردين شفتيه في حياتك، وطعمه فظيع وجميل جدا. ما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.